السلام عليكم. أبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات، هاي عندي العباية دار زمتونها، هاي دخليلها وصلت الرقبة، دار زمتونها وشادة جهة واصلة وين الرقبة واصلة، هاي دخليلها هاي الوصلة. شو اسوي؟ مثل ما تشوفون هسه بالفيديو، اجيب هاي الوصلة اطبق منها هيك تقريب اصبع لجوا، من هاي الجهة اصبع، من الصفحة ومن فوق اصبع، وخليها وين هاي السنجاف، يعني تغطي هاي المسطرة، تغطيها تصير شنو مبطنة، ما نطالع النهاية مالتها. من هنا اخليه واجيب ابرة وخيط، والخيط يكون الوان اي لون. انا هسه استعمل ابيض، اي لون حتى يبين مو اسود، لان هذا تكويك بعدين فتحان وخرة مو ثابت. واشكركم، انا هواية اشكركم واشكر متابعيني كلهم، القدماء والجدد كلكم اشكركم لان وصلتوني 1000 مشترك. وهذا الفيديو بنات طلبتلنا من عندي، وان شاء الله ما اقصر وياكن باي فيديو طلبنا مني. هاي هنا انا جاي اكوك، هذا تكويك. كان العباية درازة او شد، حتى لو درازة تدرزين جهة وتوصلين للرقبة تتوقفين تخلين الوصلة، وإذا كانت شد لا، جهة همين شد وهمين نفس ما أنا تاخذين همين من هنا من العباية تطبقين اصبع ومن هنا اصبع وتكوكين. واكو بنات اكو زبونة مثلا تريد الرقبة شد، اكو يريدنها درازة. هاي لهنا انا اقصه الزايد مالت الوصلة، اقصه اخلي لي هيك مكان، يعني قماش زايد مقدار اصبع على مود اطبقه. هاي من هنا نهاية القماش همين اطبقها وين نهاية المسطرة. واكملها كواك من هنا للنهاية. وهنا اتوقف ما اقفلها من جوا، اجي اكملها درازة يلا اقفلها من جوا. هسه انا هاي صاحبتها ما تريد العباية شد، الرقبة مالتها تريدها درازة، فانا شو اسوي هنا؟ اقص الخيط مالت الشد على مود حتى ادرسها.
مثل ما تشوفون بالفيديو هنا قصيتها. وهذا الخيط الطالع شو اسوي؟ ادخله بين القماش مالت العباية وبين الوصلة مالت الرقبة، وادرس فوقه حتى اضيعه، وهمين اقويه حتى ما ينفتح. هنا ادخله بين القماش. وادرس فوقه. هاي بالإبرة ادف على جوا على مود حتى ما يبين، وادرس فوقها دراسة عادية. واذا صاحبتها تريدها من عد شنشد لا تقصين الخيط مالت الشد، هو نفسيته فرنا داير مداير العباية. وهنا ندرسها الرقبة كلها بداية المتن الثاني. هنا كملتها درازة كلها درزتها، ما صورتها حتى ما طول الفيديو. وهنا من وصلت للنهاية اخلي شوية مكان يعني اصبع على مود ادخل خيط الشد. هاي من وصلت هنا نهاية الرقبة اخلي هذا الخيط نفس ذيك الجهة الثانية، مو همين دخلته بين القماش ودرزت فوقها حتى ما يبين. هنا همين بالإبرة داخله لجوا بين القماش وادرس فوقها. هنا نهاية ادرسها للنهاية واكملها الجهة الثانية العباية شد. بنات ما يصير نخلي وصلة الرقبة ذا مال متون دارزينها ومكملينها ودارزين او شادين جهة من الداير واصلين للرقبة، يلا نخليها. هسه بعد ما كملت هنا عندي كلها شد، العفو درازة، وثبتت خيط الشد، راح اكوكها من هنا من هاي الجهة نقلب العباية. بنات انتبه للقماش من تفرشينها على رجلك وانت ثانيتها وقاعدة تخيطين، لا تخلين بيها قماش زايد. حاولي تساوين القماش حتى الرقبة ما تصير معبعبة، قماشها ما يصير معبعب حتى تجي عدلة. هنا همين نكوكها مثل ما كوكناها من فوق.
كل شوية نعدل القماش حتى ما يعبعب. ما يصير مباشرة نخيطها، لازم نكوكها ونشوفها يكون جاية عدلة ما بيها كل تعبعب، بعدين نخيطها نلقطها. من جوا همين اصبع نطبقه لجوا حتى يصير خياطنا نظيف وماكو خيوط طالعة لبرا. داير مدايرها نطبق اصبع لجوا ونكوك. هسه شوفوا بنات انا كل شوية اعدل القماش حتى تجي عدلة وما بيها كل تعبعب. وهنا كملناها تكويك داير مداير كملت. هنا نقلبها ونتأكد من عدها قماشها جاي عدل ما بيه كل زيادة، ما بيه ما معبعبة، ما بيها شي. من نشوفها ما بيها شي نخيطها بالخيط الأسود. هاي هنا تأكدت من عدها ما بيها شي، هنا نخيطها بالخيط الأسود. بداية أنا أبدي من هنا أدخل الخيط من جوا خياط المتن من هنا، أتأكد ما طالع الإبرة لجوا. هنا أبدي من البداية أخيطها. هنا نلقطها مثل ما لقطنا المساطر، لقاط ناعم على كيف.
نلقطها كلها داير مدايرها. أنا سويت لجن شوية نموذج حتى يعطيكن الفكرة. هنا البنات تلقطها كلها وارجع لكم. وهنا أنا بعد ما لقطتها كلها كملت خياطها حتى ما اطول الفيديو. نوخر هذا الخيط الابيض اللي كوكنا بيه. يعني هنا بس ثبتت القماش بيه. مثل ما تلاحظون أنا كلها مكوكتها بالابيض، بعدين كلها اوخره. وهنا كوكناها. وقلت مع السلامة، وصلنا نهاية الفيديو، واتمنى